واخيرا اكتر وصفة بتطلبوها مني، هالكريمة ثابتة وكتير طيبة وبتتحمل وزن بطبقات الكيك، واهم شي انكم فيكم تضيفوا عليها اي نكهة انتم بتحبوها. واليوم رح نعملها ب4 نكهات مختلفة، القهوة والشوكولاتة والبيستاشيو والكراميل، وكالعادة كتير سهلة ومكوناتها موجودة بكل بيت. لنحضرها بطنجرة على النار رح ننزل كوب من الحليب، يفضل انه يكون كامل الدسم، بالاضافة ل3 ملاعق من الطحين ونص كوب من السكر، ملعقة صغيرة فانيليا رح نحركن على البارد، وبعدها رح نغليهن لحتى يصير قوام مثل مهلبية. بس ليجمد عنا القوام رح نطفي عليها ونتركها لحتى تبرد تماما. هالوقت رح نستخدم 200 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، وبدنا نخفقها كتير منيح لحتى يفتح لونها وتصير مثل الكريمة. رح تاخد معكم تقريبا 5 دقايق بالخفق. بعد ما نتأكد انه الخليط برد تماما رح ننزله فوق الزبدة. كتير مهم انه يكون بارد والا رح تفقس معكم الكريمة. رح نخفق كل شي مع بعض. بالبداية رح يكون القوام مش كتير متماسك، بس مع الخفق رح يصير سلكي وناعم. وهلا صار فيكم تنكهوا الكريمة باي نكهة انتم بتحبوها. قسمتها ب4 كاسات، ولاول كاسة ضفت معلقة من الكراميل، للنكهة الثانية ضفت معلقة من كريمة بيستاشيو، وللثالثة ملعقة صغيرة من الاسبريسو. وانتبهوا اذا عم تستخدموا شي سائل ما تكتروا لحتى ما يفصل معكم القوام. ولاخر نكهة ضفت معلقة من الشوكولاتة الدارك السايحة. خلطتم بالمعلقة كتير منيح وصاروا جاهزين انه نحشي فيهن الكيك. وهي وصفة واحدة وانتم بتتفننوا بالنكهات مثل ما بدكم. تقدروا تضيفوا عليها شوكولاتة بيضة، مكسرات، كوكيز، باللي بدكم اياه. كتير ثابتة ورح تتحمل وزن وحرارة، وخصوصا اذا بدكم تعملوا كيك طبقات. ما تنسوا جربوها وخبروني.